عايز اقول لك على الصدمه. الغنى والفقر ما لهمش علاقه ولا بالشغل ولا المرتب ولا حتى المكان اللي انت اتولدت فيه. امال ليه علاقه بايه؟ الموضوع كله هنا. ازيكم يا جماعه؟ معاكم جون. النهارده هبدا معاكم سلسله من الكتب اللي هتغير تفكير ناس كتير ونظرتهم عن الفلوس بشكل عام. كتاب الاب الغني والاب الفقير للكاتب روبرت كيوساكي. الكتاب ده بدا مع طفل عنده ابوين، واحد غني وواحد فقير. الاتنين نظرتهم كانت مختلفة جدا في الحياة وعن كل حاجة وحتى الفلوس. والحلو ان روبرت قرر يسمع للاتنين بس يتعلم اكتر من الشخص اللي كلامه منطقي بشكل ارضي. يلا بينا نفهم ازاي. روبرت لما كان عنده 9 سنين كان عايش في منطقة شعبية نوعا ما، هو وصاحبه مايك. بس اهاليهم دخلوه مدرسة تعتبر غنية شوية، فزيهم زي اي طفل في السن ده كانوا بيبصوا لاصحابهم، ده بيجيب اكل كذا، ده بيلبس كذا، ده حتى في واحد صاحبهم كان عندهم عربيه غاليه جدا وكمان بيت في المصيف، يعني بيت خاص بيهم للمصيف، يعني زي شاليه الساحل عندنا كده. فهو كانوا بيسالوا السؤال الابدي اللي كل الناس بتساله: ازاي ابقى غني؟ ومن هنا بدات الحكايه. الاب الفقير او اب روبرت الحقيقي كانت عقليته دايما بتقول ايه؟ ذاكر كويس عشان تلاقي وظيفه كويسه تشتغل فيها، خليك في الامان، المرتب الثابت هو المضمون، ابعد عن المخاطره ممكن تخسرك كل حاجه. وفي نفس الوقت كان دايما عليه ديون، وكان اللي جاي قد اللي رايح، وحالته ده صبع كافر من الاخر. الاب الغني ابو مايك صاحب روبرت، الراجل ده كان تعليمه على قده بس كان فاهم في الفلوس كويس جدا، كان فاهم في الاستثمار وكان فاهم في التجاره. كان دايما بيقول: اتعلم عن الفلوس مش عن الوظيفه، اتعلم ازاي تخلي الفلوس تشتغل عندك، ما اشتغل عشان تتعلم مش عشان المرتب، ولازم تتعلم ازاي تدير المخاطر اللي بتدخلها مش بتخاف منها. وده فرق كبير جدا في العقليه بتاعت الاثنين. روبرت يومها راح لابوه الفقير وقال له: يا بابا، ازاي يبقى معايا فلوس كتير زي اصحابي في المدرسه؟ ساعتها ابوه ما كانش عارف يقول له ايه، فقال له جمله بسيطه: ميك ماني او اصنع مالا. وهو كطفل عنده 9 سنين مش فاهم ازاي يعمل فلوس بجد، فراح جاب صاحبه وعملوا خط انتار في الجراج وطلعوا من في الاخر كوين زي السنت كده، ويروح يوريه لابوه. فراح ابوه قال له: ايه اللي انت عملته ده تزوير. فطبعا روبرت ساعتها اماله اتحطمت طبعا، بعد ما قعد يتعب 6 اسابيع عشان يعمل فلوس طلع تزوير. فقال له: طب فهمني، انت ما قلتليش ازاي اعمل فلوس بجد. فراح قال له من الاخر: انا مش عارف، ابو مايك هو اللي هيدلك على الطريق. ومن هنا بدا التدريب على يد الاب الغني الحقيقي. فراح روبرت اتفق مع صاحبه مايك انه يدبر لهم ميعاد مع ابوه. فلما مايك قال لابوه رحب جدا بالفكره وقال لهم: تعالوا يوم السبت الصبح. والميعاد ده تحديدا كان روبرت عنده لعب كوره مع اصحابه، فساعتها قال له: مش هينفع، عندي لعب كوره. قال له: ده اختيار قدامك، يا هتيجي تتعلم يا تروح لعب كوره وما تجيش. وروبرت ساعتها اختار انه يروح لابو مايك يقعد معاه. ولما راحوا في الميعاد اللي ابو مايك قال لهم عليه، لقوا طابور كبير جدا من الموظفين، فضلوا قاعدين مستنيين اكتر من 4 ساعات. بعد كده دخلوا وقال لهم: عايزين تتعلموا ايه؟ قالوا له: احنا عايزين نتعلم ازاي نعمل فلوس. فقال لهم: انا مش هعلمكم زي ما الكتب ما بتعلمكم او زي ما والدك يا روبرت بيعلمك، انا هعلمك زي ما الحياه بتعلمك. انا عايزك تنزل تشتغل عندي في محل القصص المصوره اللي انا ببيعها، تمام؟ وهتاخد 10 سنتات في الساعه. شغلك هيبقى 3 ساعات في الاسبوع، وفي ال3 ساعات دول هيبقى وقت اللعب بتاع الكوره بتاعك. فانت قدامك الاختيار، يا اما هتروح تلعب الكوره وتسيب الشغل، او هتنزل تشتغل الوقت ده. وطبعا ال10 سنتات في الساعه ده كان مبلغ قليل جدا جدا جدا، يعني 30 سنت في الاسبوع. الاب الغني كان عايز يعلمهم درس ان الغنى مش بالمرتب ولا الوظيفه، انت لازم تشتغل عشان تتعلم مش عشان المرتب. فروبرت بقى قضى 6 اسابيع تقريبا قاعد بياخد 30 سنت يوم السبت ويروح يجيب بيهم مجلات يخلصوا منه في نص الاسبوع، ويقعد باقي الاسبوع مش لاقي حاجه يعملها. فقعد فتره كبيره على الموضوع ده لحد ما في الاخر زهق وراح قال لمايك: يا مايك، انت ابوك بيستغلنا وما ينفعش كده. احنا ازاي بنشتغل ب10 سنتات؟ احنا الشغل اللي احنا بنعمله ده المفروض يدينا عليه اكتر من كده. وبرضه راح لابوه الفقير وقال له اللي حصل. قال له: لا، ما ينفعش، ده بيستغلكم، ده شخص مش كويس ولا بيعلمك اي حاجه، ده بيستغلكم كاطفال. فساعتها مايك قال له حاجه غريبه جدا، قال له: اخيرا يا روبرت وصلت للمرحله دي. انا بابا اصلا كان قايل لي ان انت لما توصل لكده قول له يجي لي المكتب انا عايزه. روبرت طبعا استغرب جدا من الكلام، وكان بيقول جوه دماغه: طب لما هو عارف ان ده هيحصل امال كان سايبني كل ده ليه؟ راح له المكتب وزي كل مره بيلاقي طابور طويل جدا،
وبعد ما الطابور ما خلص قعد يتكلم في التليفون تقريبا 3 ساعات، والطابور قعد فيه برضه 3 ساعات، فقعد 6 ساعات روبرت قاعد هيشيط من الغيظ، سايبهم الراجل وقاعد يتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويتكلم في التليفون. وكمان روبرت حاسس انه مظلوم. فروبرت بعد كده لما دخل له قال له اه يا روبرت ايه اللي مضايقك؟ قال له انت ظالم وبتديني 10 سنت في الساعه وانا المفروض اخد اكتر من كده بكتير. روبرت طبعا من الهيبه قدام ابوه الغني راح بدأ يعيط وقال له انت ظالمني وانت بتستغلني وبتديني 10 سنت في الساعه و30 سنت في الاسبوع وده قليل جدا على الشغل اللي انا بعمله. فراح ابوه الغني قال له حاجه غريبه جدا، قال له انت دلوقتي بقيت شبه الموظفين اللي كانوا شغالين عندي. انت ايه الخيارات اللي قدامك دلوقتي يا روبرت؟ قال له يا اما تزود لي المرتب يا اما همشي واشوف شغل تاني. قال له انت دلوقتي بقيت شبه نص الموظفين اللي انا رفدتهم من الشغل عندي. فهو روبرت مش فاهم. ابوه الغني بدأ يشرح له، قال له ان الغنى والفقر ملوش علاقه بالمرتب ولا الوظيفه. انت بتشتغل عشان تتعلم، وانا ما قابلتكش ولا مره ولا علمتك حاجه عشان زي ما قلت لك انا مش هعلمك زي ما الناس بتعلمك في المدرسه، انا هعلمك زي ما الحياه بتعلمك. انت لازم تتعلم من الشغل، مش تفكر ان انت تكسب منه فلوس. لازم تشغل دماغك عشان تطلع الفلوس ومش من الشغل، ولازم تتعلم ازاي تخلي الفلوس هي اللي تشتغل عندك مش انت اللي تشتغل عشان تطلع الفلوس. هنا روبرت استغرب من الكلام ومبقاش فاهم حاجه. قال له طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ قال له انت هتشتغل عندي نفس 3 ساعات بس مش هديك ولا مليم. راح روبرت رجع لابوه الفقير وبيقول له على اللي حصل. فابوه قال له سيب الشغل، ده راجل استغلالي. راح دلوقتي روبرت قدامه خيارين، خيار انه يسيب الشغل زي ما ابوه الفقير ما قال له، او ان هو يكمل ويتعلم زي ما ابوه الغني ما قال له. فدلوقتي هو بدأ يدرك ان الاتنين بيحبوه. ابوه الفقير بيقول له كده عشان يضمن له فلوس قريبه، لكن ابوه الغني عايزه يتعلم تعليم طويل المدى. فبدأ يقارن بين الاختيارين لحد ما قرر انه هيسمع كلام ابوه الغني. ولحد هنا اتضح لنا ان الاب الفقير بيفكر زي ما معظم الناس بتفكر، الوظيفه الثابته، المرتب، الامان، الالتزامات زي كل الناس. لكن الاب الغني بيفكر بطريقه مختلفه شويه، ازاي تتعلم، ازاي تخاطر، ازاي تتعلم ازاي تعمل فلوس بجد، مش ان انت تاخد مرتب وتبقى في الامان وخلاص. والحقيقه ان ولا واحد فيهم كان شرير او كان عايز يضر روبرت، بس كل واحد كان عنده نظره مختلفه عن الحياه وعن كل حاجه في العموم. ده بيفكر في التعليم والتاني بيفكر ازاي يعمل فلوس، ده بيفكر ازاي يتعلم عشان يتوظف ويبقى في الامان وفي الاستقرار والعادي زي ما كل الناس بتفكر في الوقت ده. كل الناس بتقول لك خلص الكليه عشان تروح تشتغل شغلانه كويسه، محدش بيقول لك اتعلم ازاي تستثمر، ازاي تعمل البيزنس الخاص بيك. الحاجات دي مش بنتعلمها في المدارس او في الجامعات دلوقتي. وزي ما قلنا روبرت كمل في الشغل من غير فلوس، فاهم، لحد ما في مره كان بيجي مجلات مجانيه بتتوزع على مجلات تانية هديه، يعني ما كانتش بتتباع ولا كان حد بيطلبها ولا كان حد بياخدها اصلا، وكانت بتترمي في الاخر. روبرت ومايك جات لهم فكره عبقريه جدا، خدوا المجلات دي وراحوا على الجراج، عملوا فيه مرتبه صغيره كده، حطوا رفوف وحطوا عليها كل الكتب دي او المجلات دي، وحطوا شويه كراسي وبقوا بيجيبوا اصحابهم يقروا الساعه ب 10 سنتات، وعشان الكتب دي ما ينفعش تتباع فهم كانوا بيقدروها. ففضلوا شغالين في الموضوع ده شويه لحد ما بقى بيدخل لهم فلوس كتير، لدرجه ان الكتاب بيقول ان الفلوس اللي كانت بتدخل لهم دي كانت تقريبا اكتر من المرتب اللي بتتقاضاه ابوه الفقير، لدرجه ان هم وظفوا اصلا اخت روبرت عشان تشتغل في المرتبه دي، لحد ما شويه العيال اتخانقوا مع بعض وبوظوا لهم كل حاجه. بس كده هم كانوا بداوا يفهموا ازاي يخلوا الفلوس تشتغل عندهم. ودي دورك انت بقى دلوقتي، هتسمع لمين؟ هتسمع للاب الغني ولا الاب الفقير؟ كل حد فينا عنده صوتين داخليين، واحد بيقول له خليك في الامان وما تخاطرش، خليك على جنب، وواحد بيقول له خاطر وجرب، ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه دورك دلوقتي؟ هتسمع لمين فيهم؟ وده كان الدرس الاول من دروس الاب الغني والاب الفقير. يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا، ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك واشتراك واستنونا الحلقه الجايه. سلام.